راه شوف قال لك الفلوس، قال لك حاليا ما بقات عندها قيمه قدام الذهب. جيت اخذ غادي 30 ريال الغرام، واش عرفتي شدا فينا يا خويا، جيت شنو يجيب لي داك الشيء اخويا زكريا؟ قول لي شنو يجيب لي. قرب لي عندي غنوريك غير لا عاد ندخل هادو لا سترا خويا زكريا، واش شي حاجه. نعطيك هذا كيتسمى دابا عصير الصابون. عصير الصابون دابا هذا داير دابا 1550 درهم للغرام اليوم. 1550 غادي نعبروا مثلا هذا هو فيه مثلا 31 غرام، يعني 31 غرام فاصله جوج في 1550، يعني كيطلع بشي 48000 درهم و300. هاد الدميجات هادو فيهم 35.6 الغرام، الثمن الغرام 26000 ريال الغرام، كيتقابلوا ب 46280 درهم اللي هي 4 مليون و125600 ريال، 4628 الاورو. يجيو راه صراحه خاتم فيه 2 الغرام بحال هذا، خاتم بحال هذا خويا فيه 2 الغرام ولا جوج، هذا بيشري ب 5000 درهم راه بزاف. من هادي مع هادي ما كيتقارنوش اصاحبي، هادشي كامل الفلوس مستوي قدام والو. هادي عرفتي شحال داير هادي السي اسامه؟ قرب نسى الفلوس، خلي الفلوس، شوف لي هاد الخير. مشينا فيها قرب لي زيد مزيان، قرب زيد زوميلي مزيان وشوف لي لي ديتاي باش كتخدم هاد السرتله هادي. واش كتعرف لي شنو هو الدك هادي؟ انا كنقول والناس في الكومونتير تزيد تعاود، يعني كنظن تكون عندك اكثر من 100 عام. الناس اللي كيبغيو انهم يشريو الذهب عاده تيقول لك انا غادي نشري الذهب، واش غادي الى واحد النهار وقفت عليه واش غادي يبقى بنفس القيمه ديالو او لا. فإلا كنتي لالا كتفكري انك تشري الذهب باش تجمعي فيه الفلوس ديالك او لا تحتاجي واحد النهار وديريه لدوير الزمن، كيفاش تقدري تجمعي فلوسك في الذهب وشنو هو النوع ديال الذهب اللي خصك تشري، وكيفاش نعرفوا الجوده المزيانه. ضيفنا للحديث في هذا الموضوع سي عصام محمد اللي هو صانع مجوهرات. اهلا وسهلا، واش اخبارك؟ اهلا وسهلا، تبارك الله. لاباس عليك؟ الحمد لله كلشي بخير، رمضان مبارك كريم، كلشي بخير الحمد لله تبارك الله عليك، بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتي. امين بارك الله فيك. طيب حنا نسا كيقول لكم ما كانوش العيالات كيبغيو الذهب، كره الذهب رخيص، صح ولا ما على اي؟ لانه دابا الذهب ما بقيناش كنهضروا عليه على بوحدو، كنهضروا على مواد اخرى اللي هي داخله مع الذهب. دابا الثمن ديال الذهب طالع شويه في السوق، دابا هاد الايام تقريبا وصل رقم قياسي دابا، تقريبا اونصه دابا وصلت شي 2150 دولار 160 دولار، يعني هذا اعلى رقم كيوصل له الذهب. لكن غير واحد الفكره، هو الذهب راه ما غاليش، لانه يعني هذه هي الفكره الخاطئه اللي عند الناس، يقول لك الذهب غالي وكيهرب منه. اييه، وكيبقاو عنده الفلوس غير مليوحين، ما كيصيبش فين يستثمر. مع العلم انه الذهب ممكن شويه بشويه، يعني يشري بياسه فيها 3 الغرامات 4 الغرام، يشري 5 دوز واحد 3 شهور 4 شهور يشري شي حاجه، يعني كما تيقولوا المصريين كيحوش كيخزن فلوس شي شويه. أيه. فلذلك هذه الفكره اللي كنقولوا بانه الذهب غالي كتنفرنا شي شويه، يعني كتلعب شويه على البسيكولوجيا ديالنا. كنقولوا الذهب غير ديال الماليه ماشي ديال كل شيء. وبالعكس انا الذهب انا كنشوفه بانه احسن طريقه للطبقه المتوسطه والضعيفه انها فين تخزن فلوسها، وانها ضروري خصها تشريه، لان عندنا واحد فكره خاطئه على ان الاغنياء هما اللي كيشريو الذهب. بالعكس راه ممكن واحد انسان عنده واحد 3000 درهم 4000 درهم يمشي يشري بها الويزه، ها هي ذهب، دير لها شي جوهر ودير له شي واحد الخيط تعطيه للمدام ولا اخته ولا الوالده ديالو. مع الوقت يدوز شويه شويه ويشري عاوتاني الويزه اخرى، ها هي 3000 درهم اخرى، ها هي 4000 درهم، وهي خازنها تما. هذه الفكره الخاطئه عندنا على الذهب بانه غير الاغنياء فقط. بالعكس لا، اي واحد ممكن يشري الذهب. هذه الثقافه خصها تكون عندنا. هاد المساله ديال الثمن ديال الذهب، شنو اللي تيحدد هذا المعيار؟ الذهب تيطلع والذهب تينزل؟ هو الذهب دائما عنده واحد لاطوندوس على المدى البعيد، ديما طالع، ما عمرو هو كينزل اليوم ينزل غدا، ينزل في هذا الشهر وينزل. لكن على ملي كتشوفي الطابلو ديالو على مده السنين، على 30 عام ولا 40 عام، دائما عنده لاطوندوس طالع، يعني ما عمرو كان كينزل بشكل كبير. فالذهب شكون تيتحكم فيها؟ اش نقول لك؟ لانه الطلب والسوق، يعني وعاوتاني الظروف العالميه. في حاجه هو عندك عقار، عندك مئات الهكتارات، شكون بغى يدير فيها؟ عندك الكاش فلوس ما كاين ما دير فيه، ولكن الذهب هو اللي كيحميك، هو اللي كيخليك مطمئن ومرتاح حتى تتفوت ديك الازمه. عندك الساعه ممكن تصرف الذهب وتجيب فلوس ولا تخدم به حوايج. طيب هذه المساله ديال انه الذهب نرجعوه الفلوس، الا غادي ناخذ الذهب باش غنجمع فيه الفلوس ديالي. الناس مثلا غادي يمشي يستثمر في عقار ولا يشري مثلا دار، يمكن ما عندوش، لانه تشري دار دابا على الاقل واحد 50-60 مليون وانت طالع. الذهب هذه النقطه يمكن اللي هضرتي عليها، انه كنغفلوا، لانه ملي غادي تشري الذهب ما غاديش تحط 50 مليون. صحيح. دابا الاشكال توقع الناس اللي طبقه اللي على قد الحل، اللي
دابا هو الذهب ما يمكنناش نسميوه استثمار. الذهب غير وسيله للادخار ديال الفلوس. الاستثمار هو ملي كتشري واحد الحاجه وكتدخل لك فلوس، كتعاود تبيع فيها، عقار مثلا. مثلا عقار، كتشري عقار، كتشري اسهم في البورصه ديال الدار البيضاء مثلا. هذيك الشركه مثلا في كل 3 شهور ولا في كل الاخر العام كتقسم معك الارباح. السهم كيبقى هو هذا استثمار. ولكن الذهب عندك كيلو راه كيبقى كيلو. يعني تفوت عليه حتى 100 عام كيبقى كيلو. غير هو شنو الجانب اللي فيه زوين، وهو انه كيحميك ضد التضخم. حيت دابا مثلا حنا المغرب كانت عندنا واحد السياسه، اعتقد الدوله صافي ولات بدات كتخلى عليها، وهذه المساله ديال التعويم بدا كيبان. في الثمانينات والتسعينات وحتى 2000 كانت الدوله شويه كهزه الدق على المواطن. يعني كان ديما كتحمي الدرهم مع الدولار ديما في واحد القياس، فواخا يوقع ازمه برا ديما المغرب كيبقى نفس الثمن. يعني واحد الحاجه كتاخذها ب2 دراهم تقريبا ربما 20 عام هذه ولا 15 عام باقي بنفس الثمن. لكن من هنا لقدام مستقيد في المغرب ما غاديش يبقى عندنا هذه المساله هذه. يعني هذه ولي انا فاش كنت عايش في تركيا الماركت كتمشي له في الصباح كتصيب واحد الحاجه مثلا فرماج تصيبه مثلا 200 درهم، تقدر عشيه تجي تصيبيه ب 220 درهم. في نفس النهار. في نفس النهار. البومبات مثلا ديال المازوت تشري في الصباح ب 18 درهم، عشيه تشريه ب 19 درهم، الغد تقدر تشري ب 17 درهم، لان كيتغير. لان التعويم عندهم كامل. حنا في المغرب فاش يوصل لهذه المرحله ديال التعويم كامل، المواطن خصو شي حاجه اللي تقدر تحميه. شنو هي الحاجه اللي غتحميه، اللي غادي يحميني؟ فلذلك احسن حاجه هو الذهب. شنو هو الذهب كيفاش؟ وهو دابا كما قلتي بغى يستثمر الانسان، بغى يشري شقه ما يقدرش على 30 40 50 مليون. لكن انا بغيت نشري شقه، انا نعطيك على مثال، نعطي واحد الشخص اكس واحد الشخص ايكغيك من 2000 لدابا حنا نقولوا 24 سنه. في واحد في 2000 بدا كيخزن فلوسه، تيقول لك انا بغيت نشري واحد الشقه، وبدا كيجمع من 2000 حتى 2024 يلا محرج مع واحد 50 مليون مثلا. بدا كيجمع كاش، تيجمع فلوس. ولكن واحد في 2000 بدا كيشري الذهب، بدا كيشري اللويز. كل جمع واحد ديك الساعه اللويز كان تيسوى 600 درهم 500 درهم 700 درهم، كيجمع واحد 700 درهم كيمشي يشري بها اللويزه ويخزنها. كيدوز واحد شويه وكيجمع شي حاجه ويبقى خازنه يخزنها. هذاك جمع 50 مليون يقدر يجمعها في 24 سنه. هذاك 50 مليون ممكن يجمعها في 6 سنين ولا 7 سنين. ولا ربما بدا كيجمع من دابا من 2000 من 2000 حتى 24. هذاك اللي جمع 50 هذا يقدر يجمع حتى 120 مليون 160 مليون، ولا جا يصرف دوك الذهب دابا. فهمتيني؟ لانه علاش كيحميك دابا. تصوري كما قلت لك دابا، تصوري انا نشري تكون شريتي اللويزه في 2000 دابا غتبيعها ب 3000 درهم وانت شاريها ب 600 درهم في 2000. في 2000 شو شحال ضعف الثمن ديالها. وكون خزنتي ديك 2600 درهم حطيتيها عندك في الكونط وجبتيها دابا تجبديها 600 درهم، غتبقى هي 600 درهم. فلذلك تيبقى الذهب هو احسن وسيله الانسان فين يدخر الفلوس ديالو وفين يخزن فلوسه، ويبقى غادي بشويه حتى الا مثلا جمع واحد الكميه كبيره، وصل تبارك الله وصل واحد لاصوم، جمع مثلا واحد نص كيلو ولا كيلو ولا شي حاجه بحال هكذا، وعنده الفاكتورات يمشي يبيعهم. وديك الساعه يمشي يشري شقه ديالو. وصلت واحد 30 40 مليون عندي، نمشي نشري شقه ونعطيها للكرا. هو ولا مستثمر. يعني ولا واحد المواطن بسيط كان كيفكر في الادخار، ولا واحد المستثمر بواحد الشكل متوسط شويه بشويه. ويرجع عاوتاني دوك الفلوس اللي كيجيه من الكرا يا ياكلوا يا يشري ذهب، ويبقى غادي بحال هكذاك حتى لواحد الوقيته. ديما الناس اللي لاباس عليهم ما كيستثمروش في الذهب، ما كيقربوش للذهب. الذهب ما كيجيب لهمش فلوس كثيره بزاف. هو كيفكر في العقار، خصو في العام خصو يدخل 400 600 مليون، يدخل ويخرج فلوس ولا كذا. اما المستثمر اللي كيستثمر في الذهب هو اللي كيبيع يشري في النهار، كيشري في النهار 30 40 كيلو 60 كيلو حتى 100 كيلو، كيشريها في الصباح ويبيعها في العشيه، كتخلي ليه واحد البركه. لكن المواطن دابا الاشكال اللي كيوقع عندنا حنايا هو بنادم كيضرب حساب عنده غير بغى يشري واحد 3 غرام ولا 4 غرام، ما يمكنلكش تبيع وتشري في 4 غرامات، لانه ما غادي تربح فيهم حتى شي حاجه. ثاني الناس واحد الفكره راه خاطئه عند الناس، وهو الا شرى الذهب، اللي كيشري الذهب خصو يفكر بانه 6 سنين ولا 7 سنين ولا 10 سنين عاد ممكن نبيعه. الا شريتيه اليوم وبغيتي تبيعيه غدا غادي تضيعي فيه 100%، ما كاينش فيه نقاش. الا وقعت شي حاجات وطلع الذهب بواحد الشكل صاروخ، واش انا ما يمكنش لانه المغرب شويه ما عندناش، ما كيتباعش السوق العالميه. واخا يتزاد الذهب برا ولا يطيح، المغرب كيبقى تيتسنى واحد يومين 3 ايام تيشوف هذيك كما تنقولوا، يا اما كيسدوا هاد المحلات عندك هنا في المغرب فاش كتوقع شي ازمه برا ما تصيبش اللي يبيع لك ولا يشري لك الذهب، لانه كيقول لك تنتسنى نشوف هاد لا طوندونس فين غاديه، واش غادي يكمل طالع ولا غادي يهبط ولا كيفاش داير. فلذلك تبغي تبيع ما تصيبش الثمن ديالو. فلذلك اللي كيشري الذهب الاقل خصو ينساه،
ما نقولش انا غدا غنحتاجه من اجل عمليه جراحيه ولا غنحتاجه بغيت نشري هذه ولا صافي نساه بحال مشيتي. يعني كتلوحي الذهب الفلوس اللي ما غتحتاجيش دوك غدا. هذه احسن وسيله للاستثمار. اما الا الادخار، اما الا شرات الذهب وبغات تمشي تبيعه بعد مده قصيره غادي تضيع فيه ما بزاف. غتربحش فيه. وهنا كيفاش خصنا نختاروا الذهب اللي هنا في الوقت غادي نستعملوا وفي نفس الوقت راه من واحد 5 سنين 6 سنين 10 سنين غادي يجيب لي فلوس. دابا ولينا كنشوفوا الذهب فيه الحجر، حتى الحجر فيه بزاف الانواع، ولينا كنشوفوا الديزاين حتى هو كيختلف، وعاد كاين الذهب البلدي ولا داك الدق القديم. شوف دابا اللي كاين عندنا الذهب فيه بزاف ديال المنتوجات، وكل منتوج كيخاطب واحد عنده واحد الاودينس ديالو. كاين الفئه ديال واحد الناس لاباس عليهم ما عندهمش مشكل، واش ما كيتسوقش الاجره، ما كيتسوقش شحال كيساوي الذهب، كيهمو الموديل. يعني انا الموديل هذا زوين واعر ما شغلوش هو في الثمن. فلذلك ما يمكنش انا كمواطن الطبقه المتوسطه ولا الضعيفه نبدا نفكر بهذا المنطق ديال هذه السيده ولا هذا السيد اللي لاباس عليه. فلذلك انا الا بغيت نمشي نفكر نشري الذهب خصو يكون اولا عامل اللي كيحضر هو الادخار، بانني باغي نخزن فيه فلوسي، رقم واحد. رقم جوج التزيين، انا بغيت نتزين به. فلذلك الا بغيت نمشي تشري يحاول ممكن يفوتوا لي براند الماركات. مثلا انا كنقاد الذهب، فلذلك انا يجي شي وحده اللي كتفكر في الادخار ما تشريش من عندي. انا ما كاينش علاش تشري من عندي، حيت كنحسب عليها اجره غاليه، غادي نحسب غادي يكون عندي الاحجار وكذا بزاف د الحوايج. فلذلك اللي كتفكر هي في الادخار تفوت عليها لي براند، تفوت ليها الماركات، ما تشريش من عندهم. ماشي تشري من عند ماركه ب 10000 درهم غدا تبغي تبيعو تكتشف بانه ديك الماركه راه بايعه لك حتى السميه ديالها واحد 2000 ولا 3000 درهم وسط ديك 10000 درهم. فما صالحش هذا الشيء. يفوتوا هما الماركات، يفوتوا الموديلات اللي تيكون فيهم الحجر بزاف. ولكن اللي نصيحه اللي ممكن يركزوا على البلدي. يعني البلدي راه الصناعي الحرفي المغربي داكشي كيخدموا بيديه وعنده تاريخ وعنده واحد الجماليه. ويركزوا على اللويز، يا اما البلدي بحال هذوك السرتلات كيقولوا السرتلات ولا عصير الصابون، هادو يمشي يشريو هادو سرتلات. السرتلات مزيانين هادو. ولا يشريوا اللويز. انا هذا هو شوف احسن وسيله راه هو اللويز. اللويز سهل. دابا داير اعتقد داك 3000 درهم 3200 باش كيشريو الذهبيه، كيبيعوه ب 3400 3500 حسب يعني المنطقه اللي انت فيها. فلذلك انا ننصح يشريوا اللويز، هذا هو اللي ممكن الناس يدخروا فيه فلوسهم. واللي جمعت شي فلوس لان شويه عصير الصابون حتى هو كيسوى الثمن، كاين 9000 كاين 10000. عصير صابون سرتله؟ لا عصير الصابون تيكون يا اما واحد ولا ديك السرتله تيكون فيها 6 ولا 7 ديال تقريبا كيتسمى عصير الصابون. هذاك عصير الصابون الاخر تيكون واحد طويل، تيكون فيه واحد النقش تما، كاين فيه الصغير كاين فيه الكبير. هادو هما الحوايج اللي ممكن يخزن فيهم الفلوس. ولا السنسلات مثلا، ماشي البوندونتيف يعني السنسله مثلا ولا شي حاجه بحال هكذا. هذه هي الوسيله باش انها ممكن انها تدخل فيها الانسان.